بآخر 5 سنين تفرجت فيها على مسلسلات تركية كتير، ومنن اللي كانوا حلوات ومنن اللي كانوا بايخات، واللي اقول ليش انا قاعد اتفرج بعد ما اتفرج هيك اخلص الحلقة اقول استنى هلا خلصت الحلقة ومش ساعتين، انت ليش عم تتفرج؟ والله انت مو عاجبك، انت عم تتفرج وقرفان، ليه عم تكمل؟ فاليوم راح احكي لكم عن احلى 6 مسلسلات تركية تفرجت عليهم. هلا راح تقولوا ليش 6 مو 5؟ صدقني انا لو اعرف اقول لك. المرتبة السادسة مسلسل تشاربشما، بالعربي اصطدام. المسلسل هذا بيحكي عن الأسطورة كفانش تاتوتو، اللي هو بهذا المسلسل اسمه قادير أدالي. قادير أدالي بكون هو ضابط بالشرطة وكل الموضوع تمام وعايش عيشة حلوة وبروح بشجع مباراة وكذا، ولكن هو قاعد بشجع المباراة وهو طالع من المباراة وبكون اخذ معه بنته ومرته بتكون حلوة. عم نحكي عنه انه هو اسطورة ومن غاز المرض. استغفر الله استغفر الله. فوهن طالعين بيجي واحد ابن كلب، او كويس لانه بسببه صار المسلسل، بيجي بفجر الملعب. طبعا مو الملعب كله، بس بفجر محل فيه تجمعات كتير، وبهالتجمعات مين بكون فيه؟ قادر ومرته وبنته. وكالعادة البطل ما بموت، ولكن اللي بحبهم البطل اللي هن مرته وبنته بيموتوا. وهون بتبلش القصة. لا مو هون بتبلش القصة، فوق هاي في بنت كانت رفيقته بالطفولة لقدير، بعدين بننتقل لغير شخصية، ايش اسمها؟ بننتقل لشخصية ثانية اللي هي زينب. زينب هاي في واحد بيخطف لها بنتها وبيطلب منها فدوة منشان انها تعطيه مصاري منشان يعطيها بنتها، فهي ايش بتسوي؟ بتروح بتسرق البنك وبتهرب، والشرطة بتصير بتلحقها. والشرطة مين بكون؟ هو القائد اللي بيناتهم اللي هو قدير. فقدير بكون بده يلحق زينب بالسيارة، ولكن اثنيناتهم ما بيعرفوا انه هاد قدير وهي زينب، فما بيعرفوا انه هدول هن اصلا رفقات من الطفولة. يا الله راسي صار يوجعني من الصدف. لا بس ما خلصوا صدف، خذوا هاي صدفة كمان بنت كلب. في واحد حرامي بيروح بسرق بيت عيلة، بعدين هذا الحرامي بيطلع من البيت وبكل امان ورايح على بيته منشان انه ياخذ الاشياء اللي سرقون. فهو على الطريق بأنبه ضميره بده يأنبه، يعني ما حدا يحكي معه، وبقرر انه يرجع. فهو لما يقرر انه يرجع، صاحب البيت بيكتشف انه انسرق، فبقرر انه يطلع. ينا هيك مسلسل لما بطلع بجوا هيك سيارات بغبطوا في بعض. بنرجع لزينب وقدير. قدير بقول ما في طريقة اني اوقف هالسيارة الا اني افوت فيها. بجوا هيك بفوتوا في بعض، فهيك بسووا اكس وهن بالاصطدام تبعهم. وهون بتبلش القصة. بكون قدير بده يساعد زينب بانها تلاقي بنتها، وهدوليك الحرامية كمان قصتهم بايخة شوي منشان هيك حتى الترتيب السادس. طبعا المسلسلات وقت اللي بدهم يسووهم ايش بحطوا اول شيء قدامهم؟ بقولوا خلينا نحط بالمسلسل صدف وشوية أحداث وصدف، ونسوي شوية رومان صدف، ومنسوي أكش صدف. بدهم صدف، صدف، بس بدنا صدف. المرتبة الخامسة اللي هو مسلسل قدار. مسلسل قدار حطيته بالمرتبة الخامسة لأنه لسه ما نزل منه إلا 6 حلقات، فما بقدر أحكم عليه بشكل كامل، ولكن من الحلقات اللي نزلوا تبين لنا إنه هو مسلسل أسطوري، مسلسل جبار. يفضح عرضه، فيه ضرب، فيه عنف، فيه كتير حلو، احداثه كتير هيك مدري شلون. ما فيه لقطات هيك تطلع انت ينان ابوه قدم عن اخت السخافة. لا المسلسل كله حماس. بتبلش القصة مع البطل اللي اسمه داهان، وبكون راجع من العسكرية وباتجاهه للبيت، فبكمشوه واحد من المافيا وبيعطيه مسدس، بيعطيه مصاري وبقول له قتل هذا الشخص خذ المصاري لإلك. فهو بقول له لا. ومعارفه لهذا الشخص بالسنتين اللي راح فيهم على العسكرية، واحد منهم صار يشتغل بالمخدرات، واحد منهم صار يشتغل بالمافيا، واحد منهم صار يحمي المافيا، واخوه تقاتل مع المافيا، وابوه اخذ دين من المافيا، واخته حامل من واحد من المافيا. يعني اذا بدك تروح على تواليت بدك تطالع مافيا. هالمسلسل بحسسك انه المافيا مثل سوبر ماركت، تكون هيك معدي من جنبه يا اخي انفذ لنا 5 دقايق. فالمافيا اللي اعطاه المهمة لداهان بروح بيعطي المهمة لرفيقه لداهان منشان داهان غصب عنه يشارك فيها. فبجي رفيقه بقول له لداهان انا بدي افوت بالمهمة، بقول له لا تفوت وكذا بعد مشكلة كبيرة هيك. فرفيقه قال له انا بقتله وانا مغمض عيوني. فبروح بده يقتله، فبجي واحد بيقتله وبموت هو مفتح عيونه. المرتبة الرابعة اللي هو مسلسل كيمسة بالماز. هذا المسلسل تقريبا انا بعتبره غير المسلسلات كلهم اللي ذكرتهم واللي راح اذكرهم بهذا الفيديو. Hoş geldin, hoş geldin. Yoo.
لأنه هذا المسلسل يعني هو شلون مدري، هو كيوت وكوميدي وبنفس الوقت فيه مافيا وفيه أكشن، فكان مسلسل جبار. أنا بالعادة المسلسلات الأكشن والمافيا وقت اللي بتفرج عليهم كل ما بيطلع لي هيك مشهد رومانسي بنعن أبو روح لك حل عنطي. Sever misin kedileri? Ha ben. Çok. ولكن هذا المسلسل المشاهد الرومانسية كان فيه كتير كتير حلوة. Gelme gelme. Sen niye geliyorsun sen ya? Ya sen kediden korkuyor musun? Kim ben? لأنه قصته إنه هو في بنت بكون في واحد بحبها فهي بتهرب منه وسبحان الله بتهرب على بيت واحد. تخيلوا بنت هيك فجأة يندق عليك الباب، تفتح الباب تفوت هيك عليك بنت، تفوت هيك لجوا على البيت. أنت تقول لها مثلا إيش في ما إيش في، تقول لك والله في واحد عم يلحقني وأنا هربت منه جيت لعندك. طيب أبوكي أنا أخوك أنا إيش دخلني بعدين أنت ليش واثقة فيني؟ ولكن بتكتشف إنه هذا الشخص شيخ بقوم بصلي دائما واسمه علي، وزلمة كل يوم بالجامع، وزلمة سمعته بالحارة شي ابن حرام، لا يعني شي كويس. فلما بتجي هاي البنت وبتسكن عنده فالناس كلهم بصيروا بكرهوه انه ايه حبيبي انت على اساس شيخ طلعت بتضحك علينا. والشخص اللي بكون عم بلحقه بكون شخص هو زنجيل وعنده زلم وعنده كذا وهيك، فبتتوقعوا انه هذا الشيخ يصير يخاف، ولكن لا. ليش؟ لانه هذا الشيخ من زمان هو كان مافيا، لا كان مخابرات، فكان مخابرات وكان من احسن الناس اللي بالمخابرات التركية. فمشان هيك كان يتحدى لهذا الشخص يقول له روح ولك حل عنا بلا ما انا ابوك ولك ترى والله بتفتش براسي واصلة معي لهون. واخوه بيحب وحدة صيدلانية وبتصير قصة كتير حلوة، واخوه بكون مافيا طبعا، بدنا نحط المافيا بكل محل. وبكون اخوه علمه بتظبيط البنات مثل علمك بالفلك، ما بتعرف شيء ولا هو كان بيعرف شيء. Sen kaç gündür neredesin ya? Sen beni mi özledin? Yani beni mi görmek istedin? Yani aradın. Ben bilsem gelirdim. وبكون يعني خجول، فينا نقول مثلك، خجول مثلك، يعني حده يحكي مع اخواته اكبر شيء ممكن انه يسويه. والمرتبة الثالثة اللي هو مسلسل شكور ايش اسمه المعروف لا يعرف، فما راح نحكي قصته ولكن ولكني راح اقول لكم ليش انا حطيته بالمركز الثالث ما حطيته بالمركز الاول او الثاني. لانه هلا الكل راح ينصدم، شلون بتحط شكر بالمركز الثالث؟ ترى هذا رايي الشخصي، ورايي الشخصي ممكن انه يعجبني المسلسل ممكن ما يعجبني المسلسل، وممكن اني افضل هذا عن هذا، فما في داعي انك تسبني وتحدث لايك. شايفك وين؟ لا تحدث لايك، لا تحدث، طلع من الفيديو لا تحدث لايك، حط لايك واشترك بالقناه استراحك والله. صلي زمان عم بنزل فيديوهات ما عليها بتفرج. مسلسل شكور حطيته بالمركز الثالث لانه طويل، ولما بكون المسلسل طويل مو معناته ابدا شيء سيء، ولكن سويه طويل بس سويه حلو ينعن. المسلسل كله حلو الا الجزء الثاني. الجزء الثاني من لما فاتوا الكاراكوزولار ينعن ابوهم ينعن اختهم. كاراكوزولار سووا المسلسل سيء بشكل، لانه صاروا الاحداث هاديه، الاحداث بايخه، الكوجوفالولار تشوك ضعيف ايش بقلب التركي كتير صاروا ضعيفين، والاحداث باردة والالوان كتير عتمة. لا بقولك روح حط لنا الجزء الاول نار، الجزء الرابع نار، بس الجزء الثاني ضعيف. وتاني احلى مسلسل تركي شفته هو إتشاردي. في ولدين بكونوا قاعدين عم بيلعبوا طمامة، فولد بروح بتخبى واخوه الكبير بيقعد بدور عليه، فلما اخوه الكبير بيقعد بدور عليه ما بلاقي، فالمفروض يكون الاخ الصغير ربح صح؟ بكون اخوه الصغير ربح الاخرة باذن الله، لانه الاخ الكبير بضل بدور عليه بقول له اموت لا حياة لمن تنادي. فهون صار يعني بنزعج بقول له يا اموت يا بطلنا نلعب حبيبي اطلع خلينا امي عم بتسوي الاكل بدنا نروح ناكل، خلص طلع اشبك. فهون اموت ما بطلع، لانه القصة ايش بتكون؟ بيجي واحد بيسرقه لأموت، بيسرقه ايش هو سنار الذهب، بيجي واحد بيخطفه لأموت بياخده لعند واحد مافيا، وهذا المافيا بيروح بيربي لها الولد ترباية حلوة صراحة، ربيه ترباية حلوة. فهذا الولد بيكبر عند هذا المافيا وهو بصير بحبه لهذه المافيا، لأنه هذه المافيا بينجيه من الشخص اللي خطفه
لانه الشخص اللي خطفه كان كل يوم يفضح حرب القتل، وكانت هي كلها خطه من شان انهم يخطفوا هذا الولد ويصير يحبوا لبابا جلال. وين الصدف؟ لهلا ما حكيت لنا صدف، جيكم استنوا دقيقه. فبلاقي انه ما في طريقه انه يلاقي اخوه الا انه يشتغل مع بابا جلال اللي هو اللي خطف له اخوه الصغير. وبنفس الوقت اخوه الصغير بلاقي انه مستحيل يلاقي عيلته الا اذا اشتغل مع الشرطه، فهو بصير بيشتغل مع الشرطه ولكن بخبر اخبار للمافيا اللي هو بابا جلال، واللي اخوه الكبير بياخذ اخبار من بابا جلال بيعطيهم للشرطه. خذوا هاي صدفه ولا ما هي صدفه؟ ولا واثنيناتهم يشتغلوا عن نفس المحل ونفس الزلمه، وهذا الاخ الصغير بروح بتعرف على عيلته الحقيقيه بس ما بيعرف انه هي عيلته الحقيقيه. صدف. هذا المسلسل من افضل المسلسلات اللي شفتهم بحياتي، وكنت راح احطه المركز الاول لكن حطيته المركز الثاني لانه انا فجأة صرت احب مسلسل الاول اكثر منه، اللي هو مسلسل اوتش كروش. اول ما شفت مسلسل اتش ار دي قلت هذا راح يكون احلى مسلسل تركي، مستحيل اشوف مسلسل احلى منه. ولكن لما شفت الاوتش كروش يعني قلت ما اشبه شيء، ما اشبه بنمشي حالنا. ولكن شوي 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 يفتح عرضه كتير 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 حبيته. لا المشكلة وين؟ انه خلصت المسلسل بس لسه عم بتفرج عليه لهلا. هون هي مشكلة المسلسل، انه انت حتى لو خلصته بدك ترجع تتفرج عليه، وهذا المسلسل الوحيد اللي شفته مرتين. باقي كل المسلسلات بشوفه مرة واحدة، بحس المرة الثانية انه ما هي ممتعة، انه خلاص عاد انا بعرف الاحداث. Ya sen demedin mi babam beni öldürür? Kafamı dışarı çıkarsam beni keser demedin mi? Sabahtan akşama kadar canlı yayın yapacağız. فيه الشخصيات يا الله، الشخصيات اللي بمسلسل اوتش كروش هن اللي خلوا هذا المسلسل يصير بالمرتبة الأولى، لأنه كلهم شخصيات بنحبه وكلهم شخصيات بتحس إنه ما بتلاقي مثلهم بغير مسلسلات. Abi yeter! يتبس! وأولتهم البطل كارتال. أول ما بتشوفوا له هالزلمة هيك طلعوا عليه، طلعوا كمان بتكرهوه. أنا أول ما شفته كرهته، قلت مين هذا يا زلمة؟ حطوا لنا ممثل زلمة مو هذا. ولكن لما تفرجت على المسلسل يا أخي عشقته، صار أفضل شخصية عندي هو كارتال، لأنه هو قوي وشجاع وبيقدر يحكي مع أي حدا وبيقدر يقنعهم بالكلام، أوقات بحل مشاكل بالكلام. مثل بهاي اللقطة يكونوا حاطين المسدس على راسه وبدهم يقتلوه، بس بسبب انه حكى كلمة كلمتين قلب المسدس على راس اللي حط المسدس عليه. وهو شخص كوميدي للصبح، بضحكك لو كنت بقمة الاكتئاب. واذا بدكم تعرفوا قصة هذا المسلسل فحطيت لكم رابط في الوصف. هذا الفيديو انا من زمان حكيت قصة المسلسل، ولكن انا هلا حطيت الفيديو غير مدرج، ولكن من الرابط بتقدر انك تشوفه بس ما راح تلاقيه بالقناة. وبس لو نكون وصلنا لنهاية الفيديو، ان شاء الله يكون عجبكم. لا تنسوا تحطوا لايك وتشتركوا بالقناة وتفعلوا زر التنبيه، وقولوا لي ايش بدكم يعني اسوي عليه فيديوهات، لانه قعدت اسكن ساعة وما عرفت عن ايش اسوي فيديو. اكتبوا لي بالتعليقات وبس. سلام.